ختاما، بعد أن كثر الحديث عن قرار اللاعب إبراهيم دياز اختيار اللاعب للمنتخب المغربي بدلا من الإسباني، وهو ما دفع صحافة البلد الثاني إلى سرد مجموعة من الأسباب التي كانت وراء قراره، أبرزها رفض الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم منحه بعض الامتيازات. وأشارت صحيفة آس إلى أن الاتحاد الإسباني رفض منح إبراهيم امتيازات لاتخاذ قرار اللاعب لصالح إسبانيا، مؤكدة أن اللاعب أراد أن يعرف قبل أيام إن كان اسمه سيتواجد ضمن قائمة لويس داي القادمة أم لا، وكان رد الاتحاد أن جميع اللاعبين سيعلمون ذلك يوم 15 مارس الجاري، كما طلب دياز عبر المقربين منه قبل أشهر بعقد اجتماع مع الاتحاد الإسباني لمعرفة الخطط لديهم بشأن مهاجم ريال مدريد، وهو ما رفضه الجهاز المسؤول على كرة القدم في إسبانيا، معتبرين أنه يجب معاملة جميع اللاعبين على قدم المساواة. نهاية الموجز، شكرا على حسن متابعتكم.